إشاعات تقول أن إيلون ماسك هو المسيح الدجال، وصرحت مربية إيلون ماسك أنه هو المسيح الدجال. تابعونا في أهم الأنباء. وانزل يا ابني من الانترو. في فيديو صادم طلعت واحدة بتقول إن وهي عندها 13 سنة كانت مربية لطفل وعمل حاجة غريبة جدا، ما فهمتش وقتها إزاي قدر يعمل كده. ولما سألت إيميلدا اللي هي أم الطفل قالت لها إن هو المسيح الدجال. وفي أقوال أخرى بيتقال إن هو واحد من أعوان. وكانت أمه بتتكلم بثقة وبتقول إنه هيمهد لظهور المسيح الدجال. والطفل ده بعد 40 سنة بقى إيلون ماسك اللي احنا كلنا عارفينه، واللي كان اسمه هو صغير اليون. طب ايه هي الحاجة الغريبة اللي حصلت لمربية إيلون ماسك؟ المربية قالت انه في يوم كان متحمس جدا لحاجة وكان بيتنطط من الفرحة، وفجأة فتح حاجة المربية وصفتها بانها شبه بوابات ستار جيت الموجودة في افلام ستار وور. ولما مسكت دراعه اتسحبت لمكان مظلم بس في نفس الوقت متوهج. والغريب ان المكان ده ملوش قاع لكنهم طايرين. ووصفت انها شافت مخلوقات عملاقة على شكل بشر، بس ما كانوش مخيفين زي الشياطين، كانوا جمال بس من زمن مختلف، وراسهم شكلها غريب زي راس طيور وراس قطط او كلاب، زي تماثيل الفرعونيه كده بالظبط. ولما كانت نازله في المكان الغريب ده وهي ماسكه ايد اليون حست ان في حد ماسكها من رقبتها، فبدات تعيط وحست انها مش قادره تتكلم، فبدات تدعي وتصلي لحد ما كل حاجه خلصت ورجعت مكانها. فهل ده نوع من انواع البوابات النجميه، ولا المربيه كان بيتهيأ لها، ولا ايلون ماسك هو فعلا المسيح الدجال؟ هستنى نتناقش في الموضوع ده في الكومنتس. لو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب وفولو لو انت على الانستجرام وعلى تيك توك. سلام.